اتمنى من كل قلبي ان احنا نتعلم. سيبك بقى من ان كل مدرب يخسر مشوه هاتوا غيره، وسيبك بقى من ان كل مدرب يعمل شغل مش عاجب الجمهور ومش عاجب جمهور السوشيال ميديا مشوه. لا، الكرة عمرها ما بتدار كده. الكرة بتدار ازاي؟ بتدار ان انا امكانيات لعيبتي كده، انا ببدا ابني جيل عندي مشاكل معينه، اعترف ان انت عندك مشاكل، فبالتالي انا مش هعرف العب الكوره الرومانسيه اللي الناس بتتمناها، لكن انا ممكن العب كوره واقعيه. واكبر دليل ان المنتخب نجح مع كوبر ونجح مع كيروش. ما خدناش بطوله الامم لكن وصلنا للفاينل، ودي في حد ذاتها نجاح. انما انت عايز كره هجوميه، جالك اللي بيلعب كره هجوميه، لكن هل انت قادر تطبق كره هجوميه؟ لا. فانت في هنا سؤال لازم تساله لنفسك، انا فين مشكلتي بالظبط؟ مشكلتي في المدرب، ولا مشكلتي في اللعيبه، ولا مشكلتي في الاختيارات، ولا مشكلتي في ايه؟ فانا عندي مشاكل كتير. طالما السؤال بدا يفتح معاك فانت عندك مشاكل كتير، لازم تعالج مشاكلك. ورجاء لو روي فيتوريا هو اللي هيفضل مستمر، اتمنى الناس تصبر عليه، واتمنى هو نفسه يطلع يقول فكره ومشروع معين هو عايز يهدف له. انا بعمل جيل معين عشان في سنه كذا اكسب افريقيا، وفي سنه كذا اصعد لكاس العالم، ويبقى للمنتخب هويه واضحه. ورجاء انسوا جيل حسن شحاته، عشان ده جيل طفره عمره ما هيتكرر. ما نحطش ضغوطات على نفسنا ولا على لعبتنا ولا على المدربين بتوعنا. تابعوني انا صاحب الكوره عشان نقدر نشوف شكل المنتخب هجوميا ودفاعيا. منتخب مصر كان بيبني اللعب ازاي، او النمط اللي كان بيفكر فيه روي فيتوريا في الخروج بالكوره هو عن طريق فتوح كان هو السلاح الاساسي في الخروج بالكوره. طب انت اصلا عشان تخرج عن طريق فتوح كنت بتعمل ايه؟ اولا في مراحل بناء الهجمه كان تريزيجيه بيضم للقلب، فكان بيسحب مع الباك، فبالتالي المساحه دي بتفضى. تاني حاجه حمدي فتحي كان بيجي هنا ليه؟ عشان يحمي ظهر فتوح، ففتوح يقدر يزيد في المساحه، زي بالظبط ما موضح عندكم في الحاله. تلاحظ معايا ان حمدي فتحي بقى هو اللي واقف تحت ومحرر احمد فتوح في المساحه، فاحمد فتوح بقى يقدر يطير في المساحه بمنتهى السهوله. طب الراجل ده لو فرض مثلا ونزل هو مع فتوح، احنا كده استفدنا ايه؟ لا، الراجل ده كان بيخش في قلب الملعب لما حمدي فتحي او التريزيجيه كان بينزل لتحت، فبياخد الراجل، فحمدي فتحي كمان بيبقى حر، فحمدي يقدر يخترق في المساحه دي وفتوح يقدر يفتح بسهوله شديده على الطرف، زي برضو ما موضح الحاله قدامكم. تلاحظ هنا ان تريزيجيه هو اللي نزل لتحت شويه، وحمدي فتحي هو اللي بدا ياخد المساحه او يهاجم المساحه الهاف سبيس اللي هي المساحه ما بين قلب الدفاع والباك. برضو نفس الكلام في الحاله دي، هتلاقي هنا ان تريزيجيه هو اللي بينزل لتحت، وحمدي فتحي هو اللي بيخش على طول عشان يهاجم المساحه اللي بيسيبها تريزيجيه في الهاف سبيس. وطبعا فتوح في الحاله دي بتتخلق له مساحه على الطرف يبدا يطير وينطلق بسهوله. فنلاحظ هنا ان الكوره عشان لما تريزيجيه نزل بدا حمدي فتحي هو اللي يهاجم في المساحه، فبقى عنده فدان يقدر ينطلق ويتحرك فيه. الناحيه الثانيه كان الشغل نوعا ما مختلف شويه عن الفكره دي. ازاي؟ انت عايز تخرج عن طريق محمد هاني او تشتغل هجوميا عن طريق محمد هاني مع لعيب زي زيزو اللي طول الوقت ملتزم بالخط. لا، انا عايز زيزو يخش لجوه، فهياخد المدافع لجوه، فتتخلق مساحه لهاني على الطرف. مش بس كده، لا، ده محمد النني يبدا يخش هو في المساحه دي، فانت بتهاجم الهاف سبيس، لان الراجل ده هيبقى عينه على هاني بس لازم يقفل جوه، والراجل ده داخل مع مصطفى محمد عشان ما يسيبوش في موقف 1 ضد 1 على الراجل ده. فالنني اللي كان هنا يقدر يخترق المساحه طول ما زيزو جوه ومحمد هاني شادد الملعب. فتعال نشوف مثلا في الحاله هنا قدامك، تلاحظ ان محمد هاني شادد الملعب، زيزو ضامن في القلب، ففي فرصه لمحمد النني انه يخترق في الهاف سبيس. فبص النني هنا في الحاله دي، النني جوه الهاف سبيس جوه منطقه الجزاء، دي اللي سددها وخبطت في مصطفى ما كانش مستعد لها، والنني شاطها جامده قوي، فبالتالي الفرصه ضاعت. في الحاله الدفاعيه انت كنت مختلف شويه في الجيم ده عن ال3 ماتشات اللي فاتوا. ازاي؟ ان انت ما اخترتش ان انت تضغط عالي، لا، انت اخترت ان انت تقابل من تلت الاول لملعب الكونغو. عملت ايه؟ عملت 4-1 مع رقابه مان تو مان من مروان على صانع العاب فريق الكونغو. فهتلاحظ معايا ان مصطفى محمد اول لاعب عندك موجود فين؟ في نهايه التلت الاول من وسط ملعب فريق الكونغو. هتلاحظ معايا مروان عطيه هنا رقابه مان تو مان على صانع الالعاب، فبالتالي بيضطروا ان هم يلعبوا الكرات الطويله. انت عامل لو بلوك، عامل دفاع متاخر، فبالتالي مفيش فرصه ان هم يلعبوا الكرات بظهرك. وده يمكن سبب تميز محمد عبد المنعم وحجازي النهارده في الجيم، ان هم ما مش متقدمين وفي مساحات في ظهرهم، لا، ده اللعيبه ملتزمين على حدود منطقه الجزاء، فمفيش مساحه في ظهرهم ان انت تقدر تضرب المساحات في ظهر الدفاع. مع الميزه الثانيه، ودي برضو بننسبها لروي فيتوريا في اختياره منطقه الضغط، انت قربت هنا زيزو وتريزيجيه من الباكين، فبالتالي الراجل ده بقى بيلاقي دايما عنده بلوك ما بين زيزو ومحمد هاني، فبقى في 2 على 1. ما كانش مثلا زي مباراه موزمبيق هاني بس لوحده وزيزو في الحاله الهجوميه، لا، لانه انت بتضغط من تقريبا وسط الملعب، عندك مساحات الجري بتقل، فبالتالي بقى عندك جبهه دفاعيه قويه. نلاحظ في الحاله هنا ان زيزو هو اللي راجع بيدافع وبيعمل التاكل
تاكلينج، ووراه محمد هاني عمل العمق الدفاعي. برضو مع الاختلافات، لما انت عملت السويتش وجبت زيزو في الشمال وحطيت تريزيجيه في اليمين، في حالتين لعب تريزيجيه عمل نفس الدور الدفاعي اللي هو راجع يعمل البلوك الدفاعي او الدبل بريس مع محمد هاني. ولما كان بيحصل تاخير في الدور الدفاعي من زيزو، كان محمد النني بيبدا يميل وزيزو هو اللي بينزل يحمي منطقه النني. تعليمات قويه جدا من فيتوريا ان محمد هاني او فتوح او حمدي لما نزل ما يبقوش لوحدهم، لا دايما يبقى في دبل بريس في الحاله الدفاعيه. الشوط الثاني في مراحل بناء الهجمه او البيلد اب لمنتخب مصر، لما الكوره بتكون مع عبد المنعم بيبدا تريزيجيه يسقط لتحت، فبياخد معاه المدافع عشان يبني محمد عبد المنعم عليه بشكل عمودي، فنزوله ده بيفضي المساحه دي. هنلاحظ هنا في الحاله دي ان تريزيجيه نازل لتحت وعبد المنعم بيبدا يمرر له الكوره الطوليه. مع الدور بقى اللي كان بيعمله حمدي فتحي، لما تريزيجيه نزل هنا حمدي فتحي بقى بينطلق لقدام جنب مصطفى محمد، فبيسحب الدفاع فبيفرغ مساحه كويسه لمحمد حمدي على الخط. هنلاحظ هنا هنلاقي ان حمدي فتحي هو اللي ضامن في القلب، ومحمد حمدي شادد الملعب او عامل استرتش للملعب بدون ضغوط تماما في الحاله الهجوميه. انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى يا رب الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديده توصل لكم.